السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم معايا في قناة إبداع الست المصرية. يا ريت لما اشتركتيش معايا في القناة تشتركي وتفعلي الجرس على كلمة الكل عشان يوصلك مني كل جديد. ويلا بسرعة معانا فيديو النهاردة جميل جدا ومميز من العلب اللي قدامك دي. عندك العلب ديت واشتريتيها، هي عامة مش رخيصة، ب3.5 ب5، مش غالية. عندك علب ايس كريم، عندك اي علب كريم شعر، اي علب شكل بعضها كده هتنفع معانا قوي في العلبة في الفكرة بتاعتنا ديت. هنيجي نعمل ايه؟ انا بصراحة اول حاجة اعملهم فيها ان انا مش عاجبني لونهم، عشان لونهم كده تحس ان هم بلاستيك، بس تحس ان هم شكلهم كده، لا انا عايزه اخليهم حاجه مميزه. عندي الدهان دوت هشتغل بيه، هدهن بيه. ده كان موجود عندي، انا ما اشتريتهوش بصراحه. فانا هدهن بيه، هو يعتبر لون ابيض كده فيه سيلفر خفيف. فانا هشتغل عليه وهشتغل بيه. مش عندك مثلا الدهان دوت، هتبتدي تجيبي لاكيه ابيض. عندك عايزه تخليهم لون ذهبي مثلا، لون سيلفر، اي لون بتجيبي العبوه السبراي السيلفر او الذهبي او اي لون انت عايزاه وتبتدي ترشي بيها. دي سهله جدا برضو، بس زي ما انا ما بقول لكم انا كان عندي الدهان دوت، فهبتدي ادهن بيه عادي خالص. بصي اصلا وانا بدهن خفى خالص، الالوان بتاعتي جميل جدا جدا جدا. هبتدي كده اخد الفرشه وابتدي الف بالفرشه كده معايا، وابتدي ان انا ادهن كل العلبه من بره، بس مش هدهن من جوه. انت عايزه تدهنيها برضو من جوه ادهنيها، بس هي كده كده مش هتبان، هو بره بس اللي هيبان معايا. فانا عايزه اخليهم كلهم لون ابيض، ابيض مدي على سيلفر كده، او ابيض كده فاتح، بحيث ان هم يدوا شكل جميل ولون حلو قوي. بصي انا دهنتها كده كلها، كلها من بره، من فوق، من تحت، ومن كل الجوانب. هبتدي بقى ان انا ادهن بقيه العلب كلها اللي معايا. طبعا انت مش شرط ان انت تعملي كل العلب دي، ممكن علبتين التلاتة، ممكن على حسب ما انت عايزه. انت عايزه كام واحده؟ بس انا دولت بصراحه انا محتاجاهم، وهوريهم لكم انا هعمل فيهم ايه في الفيديو اللي جاي ان شاء الله. دلوقتي انا هدهن كل العلب معايا. بصي انا وريتك كمان، بصي سهله جدا جدا الطريقه. طيب زي ما انا ما بقولك، لو انت ما عندكيش العلب دي ممكن تعملي علب الايس كريم. طبعا احنا في الصيف والجو حر بنجيب علب الايس كريم، ممكن تنفع جدا وهتبقى حلوه قوي، اللي هي تحسي انها قويه شويه بلاستيك كده، دي ما ترميهاش. عندك علب لبن، علب اي حاجه هتنفع معانا في الفكره دي. انا كده دهنتهم الستة وخلصتهم، وهسيبهم ينشفوا خالص وبعدين هقولك. دلوقتي بعد ما نشفوا معايا خالص هبتدي ان انا كنت بفتح العلبة بتاعت اللون الاحمر كده، بهدلت لي الدنيا، بس هنشتغل بيها تمام. جبت معايا فرشة الاسنان وهبتدي ان انا بلتها بس كده باللون الاحمر، وهبتدي ان انا ارش رشه خفيفه كده على العلبه البيضه اللي انت شايفاها زي ما انت شايفاها قدامك كده. انا كنت عايزه اوريهولكوا بطريقه حلوه، بس ايه، شكلها كده جميل قوي قوي قوي، وبقت كل اللي يشوفها عندي يقول لي هي دي رخام. محدش بيصدق خالص ان هي بلاستيك، او ان هي كانت اصلا بلاستيك وانتي شغاله فيها. لا، هو بيحسبوها ان هي اصلا بورسلين، سيراميك، رخام، حاجه كده شكلها حلو قوي قوي قوي. لما خلصت في الاخر هرش بقى باللون الاحمر دوت على العلب بتاعتي زي ما انتي شايفه. بصي سهله قوي قوي، حتى لو اصطبعك معمول كده من اللون وعملها برضو عادي، ما فيهاش اي حاجه، شكلها برضو حلو. هخلصهم كلهم واحطهم في البلكونه بقى ينشفوا كده حلو، وبعدين اوريهم لكم. كده معايا العلب بتاعتي بعد ما نشفت من بره وكلها بقت حلوه جدا. الشكل من جوه مش لطيف، بس مش هيبان دلوقتي خالص. عندي السفنج دوت، ده سفنج كان جاي في الاجهزه الكهربائيه مقوى كده جامد شويه. مش عندك فيه الفل اللي هو الابيض اللي بيجي برضو مع الاجهزه الكهربائيه، اللي هو
لما بيتكسر ده بيبقى عامل فراوي يعني حاجات كده. هو الفل الابيض دوت هيبقى جميل معانا. عندك اي نوع سفنجة هينفع معانا في الفكرة بتاعتنا. هبتدي ان انا قطعته كده علشان احشي بيه العلبة بتاعتي، وابتدي ان انا ارصها كده زي ما انتم شايفين بالطريقة ديت، واملى كل العلب بتاعتي عشان اخليهم زهريات جميلة جدا جدا جدا، شكلها حلو في الاخر، وحاجة كده محدش هيصدق اصلا ان انت عاملاها في البيت. كده انا مليت كده كل العلب معايا، وهبتدي ان انا اشتغل عليها، وابتدي ان انا احط فيها بقى الحاجات بتاعتنا. هزوقها بايه؟ عندي الشريط الاخضر دوت بتاع الشجر وبتاع الورد، بتلاقيه في المكتبات عند مستلزمات الورد واللي بيبيع الورد والحاجات دي. برضو الشريط كده بقى مش غالي، مش فاكره كنت جايباه بكام، بقالي كتير جايباه، بس هقطع منها حته كده وابتدي ان انا ايه الزقها بمسدس الشمع. بصراحة وانا بعملها كده لقيتها عالية، فشلت طبقة منها كده علشان ان انا لما احط الزرع دوت انا عايزاه لجوه، مش عايزاه يبقى طالع لفوق كده. فجبتها وشفت كده هي هتاخد حتة قد ايه بالظبط، وقصيتها بالمقص. وهبتدي ان انا اجيب بقى مسدس الشمع عشان خاطر احط شمع، وابتدي ان انا الزق بتاع الشريط الاخضر دوت، يبقى شكلها جميل وحلو قوي اهو زي ما انت شايفه. بصي خدنا المقاس بالظبط وطلعت على قدها. انا عايزاها بقى كده بالظبط وتبقى داخله لجوه كده. الحاجات دي بره يا جماعه بتتباع باسعار غاليه جدا. عندك بقى ورده جميله تحطيها هنحطها، عايزاها تبقى عاليه لفوق كده تمام. انا بصراحه لا، مش حابه ان هي تبقى عاليه لفوق كده، عايزاها تبقى قصيره شويه. فقطمت منها حته بالمقص زي ما انت شايفه، سهله قوي قوي قوي. وابتديت ان انا احط الورده معايا، شكلها جميل جدا. هبتدي بقى اعمل الورد بتاعي كله زي كده بالظبط. اجيب واحده تانية برضو وابتدي ان انا اخد مقاس وابتدي احطها والزقها زي التانية بالظبط. زي ما اتفقنا يا جماعه، الحاجات دي بره بتتباع باسعار انا بصراحه اتصدمت لما شفتها. يعني ممكن واحده زي دي كده علشان بس بورسلين او سيراميك او كده الاقيها بتتباع مثلا ب70-80 جنيه. طب ليه اصلا؟ هي في الحقيقه ما كلفتنيش اي حاجه خالص، وشكلها شكل اللي بتتباع الغاليه قوي بره دي. فاحنا هنعملها مع بعض بأبسط الإمكانيات خالص، علشان خاطر نبقى عملنا حاجة من المخلفات عندنا، وعملنا حاجة جميلة جدا، ما نضطرش ان احنا نشتري من بره الحاجات غالية قوي. واحنا بقى عايزين نوفر، عشان هي مش هتبقى كمان على الديكورات، لا احنا بقى عايزين نوفر عشان كل حاجة بقت غالية مش الديكورات بس. فخلصت كده دلوقتي، هخلص وياكم اهوت بقيه الورد معايا واوريهم لكم دلوقتي شكلهم تحفه. كده بقى بعد ما خلصت الزهريات بتاعتي كلها معاكم، بصي شكلها بصراحه والله بجد الكاميرا كمان ظلماها، شكلها جميله قوي. واما نشفت كده بقت جميله، والله كل اللي يجي عندي يقول لي ايه ده، يعني ده مش ده مش سيراميك، ده بلاستيك، مش ممكن. يعني ما اقول لهم ان انا عاملاه من ايه ما بيصدقش كمان، وبينبهر بيها قوي. بصراحه شكلها تحفه وجميله. يا رب يا رب تعجبكم وتقولوا لي رايكم بجد في الكومنتات. وانا مبسوطه قوي ان فيديوهاتي بتعجبكم، وببقى مبسوطه قوي بردود افعالكم على الفيديوهات والمشاهدات والتعليقات بتاعتكم الجميله. يا رب كده ان شاء الله فيديوهات تانية جديدة جميلة قوي، وهنزل لكم كمان فيديوهات قوية جدا ان شاء الله هتعجبكم. بصوا حاجة كده فاخر من الاخر زي ما بيقولوا. ما تنسونيش بقى في اللايك جميل، وتقولي لي رأيك ايه في الكومنتات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.